إنما الحياة الدنيا لعب ولهو زينة وتفاخر غيرت وتكاثر، ماكو شيء. هذا حياتكم كلها. الله سبحانه وتعالى قاعد يقول لك في كتابه العزيز إن حياتك الدنيا هذه ماكو شيء. لا تعيش الدور، يعني لا تعطي الدنيا أكبر من حجمها. فهي بالنهاية لعب ولهو وزينة وتفاخر. فتغير معي كل شيء أبو راشد. غيرت كل شيء في حياتي. اكتشفت إني كنت عايش في حالة من الخوف. نفس الخوف هذا كان منعكس على كل جوانب حياتي. في علاقاتي، في صداقاتي. طبعا فيني كنت ماخذ الدنيا جد، كنت مخترع. يعني قبل ما افهم الايه هذه، مو بس افهمها، مو بس اقراها، قبل ما تتجسد هذه الايه واعيشها، اعيش في حاله الطمانينه واستحضرها بشكل يومي. يعني ما بقول لك بس غيرت طريقه تفكيري، غيرت عملي، غيرت يمكن شكلي، غيرت علاقاتي مع اهلي، علاقاتي مع الناس، غيرت شلون اشوف هذه الدنيا. آية واحدة، كلها آية واحدة. خلتني استوعب ان الدنيا اللي انا كنت شايفها جد، هالآية ريحتني. للتفاصيل اللي فيها إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت شفتها جدا وضحت معي.